سؤال واحد هسأله لك وتسمح لي كده إن أنا أكون منفعل عليك شوية. هو أنت مستني إيه؟ أنت اللي بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي، حضرتك مستني إيه؟ مستني إيه عشان أنت تبتدي في أي حاجة؟ مستني إيه عشان تبتدي تذاكر؟ مستني إيه عشان تبتدي مشروع؟ مستني إيه عشان تبتدي فكرة؟ ما تتنفذ وبعد كده بحسن فكرتك زي ما أنت عايز. إن أنت تبدأ ده شيء مهم، بس إن أنت تقعد تقول أنا عايز أعمل حاجة واو وحاجة جامدة وحاجة جامدة آخر تلات أربع حاجات، وإن أنت تقعد تفكر وتسد الثغرات وفي الآخر ما تنفذش، أنت عمرك ما هتتحرك. صدقني مفيش فكرة كاملة بيرفكت أو فكرة كاملة من كل حاجة. حاول دايما إن أنت تبدأ حتى لو هتبتدي بحاجة متواضعة جدا، بس في الآخر هتلاقي نفسك بتعمل حاجة مع الوقت جميلة. ابتدي وحسن من نفسك وحسن من الحاجة اللي انت بتعملها، سواء مشروع سواء فكرة سواء اي حاجة. ابدأ بسيط، سواء محل. انا بحاول ان انا اعدلك اي حاجة تخطر على بالي دلوقتي. انا عملت الفيديو من غير سكريبت من غير اي شيء، بس عشان اعمل فيديو زي ده احتاج ان انا اعمل سكريبت وازود اضاءة واعمل واكتب واعمل الكلام ده كله. لكن انا عشان انت شخص عزيز عليا بحاول دايما ان انا اوصل لك فكرتي. ما تحاولش ده ان انت تحط دايما الفكرة ان انت تقعد تفكر فيها اكتر وتنفذ بعدين. لا، نفذ اول لما يجي لك الفكره، وبعد كده سعادتك كده مشكورا اقعد حسن في الفكره زي ما انت عايز. لكن هتقعد ما تتحركش، صدقني الفكره هتروح وغيرك هيعملها وهينجح اكتر منك. فابدا انت من الاول. اكتبوا لي تحت في التعليقات كان عندكم افكار ايه عايزين تعملوها، وايه الافكار اللي انتوا عايزين تعملوها. ومع السلامه.